السلام عليكم. قصر الكلب الملكي عاش عيشة ملوك ودفن وعمل له جنازة ملكية. تعالوا ندخل نشوف القصة. لم يتبقى من أصحاب هذا القصر غير الكلب المحنط الموضوع على باب القصر. وحكاية الكلب في الحضارة المصرية القديمة حكاية طويلة قوي، إن هما كانوا بيقدسوه ويعملوا ليه جنازات ملكية في الأهرام وبدوس. المصممين المعماريين القدامى راعوا البيئة الطبيعية واجتهدوا بقدر اجتهادهم حتى لا يدمروا البيئة، وجعلوا من العمارات بتاعتهم مكملات لهذه البيئة. إنه ثراء التنوع المعماري اللي فيه ألفة وانسجام من جهة، وفيه تناسق مع المكان. هوية المهندس اللي بنى القصر ده غالبا هتظل لغز. صاحب هذا القصر البديع ماركو أنطونيو فرانتييه، والاسم كده واضح ان هو فرنساوي. وده كان من رجال الاعمال الجادين اللي جم مصر بداية من سنة 1900 يعني، او بداية من عهد محمد علي، وبدأوا ياخدوا مراكز مرموقة. الراجل ده تاجر في القطن المصري، وكان بقى ايه يعني قطن مصري، كان علامه مسجلة او الذهب الابيض، ونجح. فبنى القصر ده سنة 1916. والحقيقة إن الراجل ده فضل الإقامة في الصعيد، وجد إن هو هيرتاح فيها، وتحديدا في مدينة ملاوي. عاش في القصر هو وزوجته زينيتا وولد وبنت. مساحة القصر يعني مساحة مباني القصر يعني بين 500 و 600 متر كأرض مباني. وكان القصر محاط بشجر المانجو والنخيل. والحقيقة ان انا فوجئت ان الشجر ده مش موجود، لان انا كنت شفته من فترة يعني. القصر مبني على عمارة رومانسك الفرنسية، وهي عمارة متطورة كده منسجمة غير متنافرة. من اهم مميزاتها الزيادة في ارتفاع القوائم في الاسقف المائلة اللي هي هتطلع فوق دي. ايوه، اسقف مائلة زادوا فيها الارتفاعات، والمدخنة ارتفعت كمان سنة. مظاهر بزخ، وإن ده اللي لن يدل على أن المملكة المصرية في الوقت ده كان فيها استقرار غير عادي. وظهرت بقى البرجوازية في مصر، في كل مصر بقى، في طنطا، في اسكندرية، في قها، في أليوب، في كل ربوع مصر بما فيها الصعيد. والصعيد ده كان فيه تميز معماري غير طبيعي، لأن يعني كل مركز أو مدينة في الصعيد فيها تحفة فنية. طابع القصر يغلب عليه الطابع الكلاسيكي، طابع اللي هو بتاع الأبنية الحربية والحصون. وده يا جماعة كان عصر نهضة معمارية غير عادي وغير طبيعي. في بلد بقى اللي هي بلدنا دي يا جماعة مستعدة لقبول أي عمل جديد بقيمة فنية بقى. في الأول في الآخر العمارة بتشرح تاريخ الأمم وتعكس صورة المجتمع عبر مراحل اللي هي بتختلف من مرحلة لمرحلة، وتعكس صورة بقى التغيرات اللي تحصل واللي تطرق عليه في كل مرحلة من المراحل. أنا في الحقيقة القصر ده في عزبة سميت على اسم الراجل ده، والراجل ده أهل المكان يعني أجمعوا على إنه كان راجل خير، كان بيحب الخير، وكان بيوزع الأراضي بتاعته على الناس اللي بتشتغل معاه. وده راجل فرنسي جه من فرنسا هو وعيلته، يعني غالبا كان ليه اخوات كمان وعايشين في القاهرة، فعملوا إنجازات في فترة كانت مليانة إنجازات. فالبناء تطور غير طبيعي، وبقى متناسق مع المكان. يعني شوف، بص للنخل تلاقي هو قريب من النخل، قريب من شكل السماء، قريب من الأرض السوداء اللي تحتيه.
طبعا يعني الكلب هو الحاجة الوحيدة اللي متبقية من أصحاب القصر ده. وواضح إن هم كانوا بيحبوا الكلب ده جدا لدرجة إن هم حنطوه وخلوه على باب القصر. ودي قصة يعني من قصص مصر الجميلة، يعني اللي حصلت في بلد عظيمة يعني. الكلب في الواجهة، في الوش حضراتكم، في الواجهة في الدائرة دي. آه يدل على إن إيه، كتير جدا من رجال الأعمال في العالم كله جم مصر واجتهدوا وكسبوا بالحلال. قصر فرنسي بقى عمارة النهضة الأوروبية. وإن كان برضك عمارة النهضة الأوروبية ده أنا هنرجع لها يا جماعة ونقول أصلها بدأ منين. نقول أصل العمارة الأوروبية الحديثة دي بتاعت عصر النهضة جت منين. إن شاء الله هنعمله وهنقول مين السبب الرئيسي في إن العمارة دي تبقى متطورة كده وجميلة وتخطف الألباب، يعني زي ما بيقولوا. هنرجع للقصة دي بالوثائق بقى وبشهادة ناس أوروبيين إزاي إن المباني الجميلة دي أساسها كان إيه وبدأ إيه. طبعا كل حضارة بتضيف لها مميزاتها ولها عيوبها. إحنا هنتكلم عن الموضوع ده شامل كامل. القصر والله وأنا ببص فيه كده حاسس إن أصحابه حد منهم كده الأولاد الصغيرين هيطلع من بلكونة أو من شباك ويكلمني. فترة طبعا جميلة جدا كانت في مصر. آه كان فيها كل واحد عارف هو بيعمل ايه وعاوز ايه وبيشتغل ايه يعني كان في احترام لوظائف كل واحد كان شغال وظيفة كان بيحترمها. وكانت وكان العلم هو اللي مسيطر يعني. فالعلم لما سيطر عمل الانجازات دي. من غير العلم مفيش اي انجازات في اي حضارة. علم بقى ومتابعة. الحقيقة برضه يا جماعة القصر ده جميل ومتشابه مع قصر شماس في مصر الجديدة. للجميع الشكر والحب والاحترام والتقدير. جمال المغازي يوم في مصر.